السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم وصفة جميلة كده بالبيض المسلوق بطريقة مختلفة وجميلة. تابعوا معايا للآخر بقى عشان نشوف المقادير. والمقادير بسيطة جدا وجميلة جدا وهتعجب الأطفال وهيحبوها، حتى لما باكلوش البيض هتعجبهم عشان الجبنة الموتزاريلا اللي فيها. أول حاجة كده بنجيب معانا حلة على النار ونحط بقى فيها البيض بقى، طبعا الكمية اللي انتوا حابينها. وأهم حاجة المية ما تكونش مغطية البيض، نكون سايبين كده جزء من البيض مكشوف. ونحط بقى شوية من الملح وشوية من الخل بالشكل ده، ونسيبهم بس 10 دقايق لما يفوروا بس كده، عشان يكون لسه الصفار بتاعنا يكون لونه فاتح بالشكل ده. خلاص انا البيض استوى. جبت بقى حله اهو، نفس الحله على النار اهوت، حطيت فيها بقى مكعب من الزبده. عايزين تحطوا زيت زيتون تحطوا زيت زي ما انتوا حابين، دي حريه شخصيه. وهنبدا بقى نحط الزبده بالشكل ده ونسيبها لما تسيح زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. هي بدات تسيح معانا. هنحط فيها بقى بصلايه، والبصلايه تكون مفرومه ناعم اهم حاجه زي ما انتوا شايفين كده. واحط كمان فصين من التوم مهروسين بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وابدا اقلب بس كده يا دوب ريحه التوم والبصل تطلع مع بعضيها. ونحط بقى معانا 3 4 طماطم مبشورين يكون بالشكل ده كده. ونبدا نقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضيها لما تتسبك تسبيكه خفيفه كده زي ما انتوا شايفين معايا. نبدا ننزل بقى بشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه بابريكا. هنزل بابريكا بعد شويه كده وزي ما انتوا شايفين. الطريقه دي جميله جدا يا جماعه، الوصفه هتعجبكم ان شاء الله، جربوها وهتدعولي زي ما انتوا شايفين كده اهوت. نقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضيها بالشكل ده، يكون طبعا في نفس الوقت احنا مقشرين البيض بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو. هبدا بقى اقطع البيض كده نصين بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. امشوا على الطريقه مظبوطه يا جماعه وهتعجبكم باذن الله. خطواتها بسيطه وسهله وهتعجب الاطفال. الاطفال بيحبوا الحاجات اللي هي لها شكل مختلف زي ما انتوا شايفين كده. ببدا ارص معايا البيض بالشكل ده دايره حسب الحاجه اللي انتوا عاملين فيها. وابدا بقى ارش جبنه موتزاريلا. طبعا كل ما تكتروا جبنه موتزاريلا كل ما هيكون طعمها حلو. الاطفال هتعجبهم شكل المطه وهي طالعه كده، فهياكلوا منها زي ما انتوا شايفين معايا كده ما شاء الله. طريقة جميلة ووصفة جميلة، والبيض مفيد للأطفال طبعا. أتمنى الوصفة تعجبكم. هنغطي عليها بس كده يا دوب الجبنة الموتزاريلا تسيح معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ما تكملش 5 دقايق وهنطفي عليها وخلاص كده. وزي ما انتوا شايفين معايا كده ده شكلها بعد ما خلاص الجبنه ساحت وبقت بالشكل ده يا جماعه، جميله جدا. والموتزاريلا فيها بتمط كده وجميله وطعمها لذيذ جدا. اتمنى الوصفه تعجبكم ان شاء الله. واهم حاجه اذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.